يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أنا عايزك تستحضر بعيدا عن تفاصيل المفسرين اللي دخلوا فيها، عايزك تستحضر المشهد ده. يعني واحد ماشي في الصحراء فجأة أنوار تروح وتأتي، فننظر السماء فإذا هو برق، وبعدين بدأ السحاب يتجمع، بدأ فيه غيوم، ثم أصوات مرعبة، ثم صاعقة أصابت شجرة أمامه فأحرقتها. تخيل المشهد ده، تخيل واحد ماشي في ظلمات الليل في سفر في صحراء وحدث هذا المشهد. ثم في، عايزك الصوره تبقى مرسومه كده، وبعدين في واحد في بقيه الرسمه كده، واحد واقف بقى تحت في المشهد كده خالص، يقول لك ايه؟ مين ربنا؟ مفيش اله للكون، ماذا فعل هذا الاله؟ وهم يجادلون في الله. الكلمه دي انا اصلا بقراها لو انت عشت الواحد بيضحك. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ ده انت عايز ترسم، بتعمل ايه؟ عارف يعني بتقول ايه؟ وبصيغه وهم يجادلون، بتجادل ازاي؟ في هذا المشهد المهيب. يعني هو لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يمنع عن نفسه شيئا، وهم يجادلون في الله فعلا.